على بالك واش طلب رئيس الكاف من الجزائر؟ طلب غريب، دير ابوني تبعني. رئيس الكاف موتسيبي في الندوة الصحفية قبل نهائي كأس إفريقيا بين الكوديفوار ونيجيريا قال بلي الجزائر نظمت أحسن شوط في إفريقيا. قال تاني بلي راني حاب نطلب منهم حاجة، تبعني تفهم. رئيس الكاف موتسيبي قال بلي راني متمني نشوف الجزائر تنظم كاس افريقيا. راهي شر بلي راح حابنا ننظمو كاس افريقيا 2027. قصناه بزاف كي انسحبنا من تنظيم كاس افريقيا بسبب الكولاسة واللعب تحت الطاولة. الجزائر عندها افضل الملاعب في افريقيا، تقدر تنظم كاس افريقيا لمدة 10 سنوات متتالية، ماشي غير مرة واحدة. بصح الله غالب كاين عباد يخدمونا لتحت لتحت. يما لا شوف كاش بلاد واحدة اخرى تنظم فيها كاس افريقيا. الجزائر عندها ملاعب عالمية، ملعب براقي، ملعب وهران، ملعب عنابة، ملعب تيزي وزو، ملعب قسنطينة. كاين دول عندهم ملعب ولا زوج عطيتو لهم ينظموا كاس افريقيا. درك نمدلكم شويه اخبار. اللاعب الجزائري يوسف عطاني ينتقل الى نادي ادنا سبورت تركي. الفاف تقترب من الاتفاق مع المدرب نيجيريا بيسيرو باش يدرب الجزائر مون نهائي كاس افريقيا. لاعب كريستيانو رونالدو غاضب بزاف بسبب اللقطه اللي صارت لوليده في السعوديه. بين ما كان خارج من الماتش جا ليه عون الامن اللي وجه جونيور وبدا يدير في احتفاليه نادي الهلال، وهذا الشيء ما عجبش كريستيانو اللي شافها بلي لقطه مستفزه. المنتخب القطري ربح كاس اسيا بثلاثه ضربات جزاء ضد الاردن، والجمهور الاردني قالوا له باللي شريتو الاربيت. اللاعب الجزائري شعيبي يوصل تألق مع فرانكفورت اليوم، مد اسيست واحتفل بطريقه خاصه مع المصري مرموش. المتابع يتابع الفيديو ولا يقوم بعمل جام. دير جام.